لما البني ادم بيفترض ان العبره في الذكرى بيبتدي يكرر نفس اخطائه وما بيتعلمش، انما العبره هي درس انت محتاج تتعلمه. يعني مثلا انت دخلت علاقه وشايف ان العلاقه دي انت اتهنت فيها وانت اتهنتي فيها، وان انت سمحتي وقبلتي وان انت جيتي على نفسك فبالتالي انت لما تفضلي تحتفظي بالذكريات اللي انت جيتي فيها على نفسك، اللي انت قبلتي فيها حاجات انت مش عايز تقبليها، اللي انت قدمت فيها حاجات زياده عن اللزوم وده كان بالنسبه لك غلط ومرفوض، انت مركز على كل الكلام ده. طب فين العبره؟ طب ايه هي العبره وازاي ان انت تحددها؟ لان ده الجزء المهم. العبره هو الدرس والحكمه اللي انت هتعلمها لنفسك علشان تطور من مهاراتك في المره اللي جايه. يعني مثلا انت قبلتي على نفسك حاجه انت مش عايزاها، بس انت ما عرفتيش انه قبول حاجه مش عايزاها حاجه غلط غير لما ده حصل فعلا. فما ينفعش ان انت تحكمي على نفسك بمعلومات ما كانتش عندك قبل القرار وتفترض ان القرار ده كان غلط او صح. فبالتالي اللي حصل الماضي ينفع يتغير؟ مش ينفع يتغير، خلاص خلص وانتهى وثابت. اللي ينفع يتغير هو اللي جاي، وده هنا الاختيار. انه الدرس انه قبول بيبتدي بالقبول، انه انا غلطت نتيجه جهلي بواحد اتنين تلاته، ان انا اتصرفت بكذا كذا كذا. طيب المره الجايه اعمل ايه؟ لو انا مش عايز اسمح بحاجه زي كده في مره جايه هعمل ايه؟ هقول لا. ازاي هقول لا؟ الطريقه اللي انا هرفض بيها الطلب ده، انه مثلا مثال ان انا دخلت في او سمحت ان هو يكون في تجاوز جنسي ما بيني وما بين الشخص دوت في وقت ما، ماشي ده اللي حصل. اللوم النفسي المستمر وان انا افضل افتكر الذكرى وانا ازاي عملت كذا وازاي لما لمسني، انت عمال تعيد التجربه من تاني. فبالتالي الدرس ايه؟ انه لما ده لما هيبتدي انه يحط ايده على رجلي اعمل ايه؟ هل هزق ايده؟ هل هقول له واجهه بص انا ما دي بالنسبه لي حدود انا مش عايز ان احنا نتجاوزها دلوقتي؟ هعمل ايه؟ فانا محتاج اقول لنفسي الدرس ان المره الجايه انا اتعلمت من العلاقه دي انه واحد لما ده يحصل هعمل كذا 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 عشان ما يحصلش تاني وعلشان اطور من نفسي، عشان انا عرفت الثمن ودفعته خلاص. لان هي دي النقطه، انت غلطك كده كده ليه ثمن انت دفعته وكده كده دفعته، فانت محتاج تتعلم.